السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي ومتابعيني في أكل هنية مع حلا. إن شاء الله تعجبكم أكلاتي ووصفاتي. فيديو النهاردة هنعمل مع بعض القرص الفلاحي الطرية. هنعملها مع بعض بكل سهولة إن شاء الله. هنعملها من أول مرحلة العجن وهنمشي مع بعض مرحلة مرحلة لحد ما بنوصل للنتيجة اللي انتوا شايفينها دي. ولو عجبك فيديو النهاردة ما تنسيش تدوسي لايك، كومنت حلو منك يشجعني، واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وقبل ما نبدأ الفيديو يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. أول حاجة عندي نص كيلو من السمنة، عليهم نص كوباية من الزيت. سخنتهم على النار شوية صغيرين وسبتها انها تفك مع نفسها. بعد كده عندي 2 كيلو من اللبن. انا آه كنت جايباه حليب وعملته رايب، روبته عندي وكده. سبته بالقشطة بتاعته وكل حاجة. ما تشيليش القشطة، خلي الخير بتاع اللبن في القرص علشان يديكي نتيجة حلوة وطعم احلى. ابتديت ان انا اضرب اللبن مع بعضه كده بالقشطة بالهاند بلندر. طبعا مش متوفر عندك هاند بلندر، اعمليه في الخلاط عادي خالص. بعد كده هنحطه على النار ان احنا ندفي اللبن بتاعنا شوية، طبعا لان الجو برد. هندفيه شوية كده على النار. حطيت عليه معلقة من السكر، ما تكتريش السكر علشان القرص ما تسحش معاكي وتعرفي انك تتحكمي فيها. هي معلقة من السكر كفاية. بعد كده عندي مكعب من الخميرة البيرة. القرص يفضل انك تستخدمي الخميرة البيرة، بلاش الخميرة الفورية. ابتدي ان انا ادوب الخميرة بالشكل ده في اللبن. طبعا اللبن اول ما بيدفى انا بطفى عليه. بعد كده عندي حوالي 5 كيلو من الدقيق او 5 كيلو ونص من الدقيق. حطيت عليهم شوية من الملح وهبتدي ان انا اعجنه معاكم. هحط اللبن اللي احنا دفيناه شوية، هنحط شوية بشوية كده على الدقيق لحد ما الدقيق بتاعنا بيختفي خالص بالشكل ده كده. اول لما بيحتاج تاني الدقيق لبن بحط، وافضل اعمل كده لحد ما بخلص كمية الحليب بتاعتي كلها. وابتدي ان انا الم العجينة بالشكل ده كده. طبعا هي ابتدت ان الدقيق يختفي، لحد ما الدقيق بدأ ان هو يختفي كده. طبعا انت بتعجني وبتقلبي في العجينة علشان الدقيق اللي معاكي كله يختفي. بعد كده هحط نص كمية السمنة، اعجن بيها كده في الاول شوية. لو في عندك لسه شوية من الدقيق ولا حاجة حطي نص كمية السمنة كده واعجني في الاول شوية كده لحد ما بتلم معاكي. وايديكي ايديكي نفسها بتلاقيها انها نطفت، والطبق اللي انت بتعجني فيه زي ما انتوا شايفين كده بينضف. العجينة كلها بتلم. هحط باقي كمية السمنة بتاعتي واعجن العجنة اللي هي الأخيرة للعجينة. طبعا احنا بنعجن فيها كتير، يعني حوالي نص ساعة كده ولا حاجة عجيني فيها. وما بين كل مرحلة ومرحلة وانت بتحطي السمنة سيبيها حوالي دقيقتين بس كده انها ترتاح، هتسهل معاكي في العجين كتير. بالشكل ده كانت السمنة بتاعتنا كلها اختفت. بعجن برضو قوي كده لحد ما العجينة زي ما انتوا شايفين بلمها كده. نعمت معايا خالص اهيت هلمها. وعندي المشمع بتاعي بتاع العجين انا هغطيها واحط من فوقيها قماشة كده. طبعا العجين لازم انك تدفيه بعد ساعة ونص تقريبا لان الجو برد. انا كانت زادت حجمها شوية، بس انا ما بخلتهاش تخمر او انها تتضاعف زيادة عن اللزوم. لان المفروض تخلي
تكملة التخميرة بتاعتها وهي متقطعة علشان تديكي نتيجة حلوة. هنبتدي ان احنا نكورها بالشكل ده كده. طبعا كل كورة المفروض لازم تكون قد بعضيها بالشكل ده كده. طبعا ممكن تصغري عن كده، ممكن تكبري، ده بيرجع لك انتي على حسب ما هتعرفي انك تتحكمي فيها. الحجم ده هيدينا حجم كويس للقرص زي ما انتوا شفتم. لحد ما خلصنا الكمية كلها انا غطيتها بالمشمع تاني كده، طبعا علشان وشها ما ينشفش معايا، وغطيها بحتة كمان. بعد كده هنحط حتة ونبتدي ان احنا ناخد من اول ما قرصنا يعني اول التقطيع اللي احنا قطعناه هنبتدي من الاول بقى خالص، ونبتدي ان احنا نبططها نص تبطيطة كده، ان احنا نكسرها شوية نص بتاع كده، هنكسرها شوية كده ونسيبها. اعملي حوالي 10 15، ده هيسهل عليكي الفردة الأخيرة اللي احنا بنفردها. سواء عملتيها على ايدك، بططيها كلها على ايدك بالشكل ده، او عملتيها في المكنة، او عملتيها بالنشابة او الفرادة، انك تعمليها وتكسريها كده هيسهل عليكي كتير. انا هعمل معاكم واحدتين او اتنين ان انا بعملها. لو انت مش متوفر عندك المكنة، انا عملتها على ايدي اهو زي ما انتوا شايفين. شفت السمك بتاعها لان هي لسه ما خمرتش معانا جامد، فعلشان كده انا مش متخناها، لان هي لسه حجمها هيزيد معايا. فخلي السمك بتاعها معقول، مش تخينة قوي ومش رفيعة قوي بالشكل ده كده. طبعا احنا بنحطها على صينية، الصينية محطوط عليها قماشة، وبنحط واحدة جنب واحدة وهتشوفوها دلوقتي. برضو هنكمل باقي الكمية على المكنة كده. طبعا العيار بتاع المكنة بتعايري على 1 او بتعايري على 2. انا باخدها مرتين 2 كده، يعني مرة بالطول ومرة بالعرض كده، بتديني السمك اللي انا عايزاه بالشكل ده كده. لما بتيجي تعملي القرصة ممكن بيطلع عندك آه، وش ناعم جدا، ووش التاني ممكن يكون فيه خرفشة بسيطة كده. اما تيجي تحطيها على القماشة حطي الوش الناعم تحت، وخلي الوش الخشن ده لفوق، علشان لما تيجي تخبزيها في الفرن انتي هتقلبيها فهتحطي الوش الخشن تحت. زي ما انتوا شايفين انا حطيتها كده على القماشة، وهبتدي ان انا كل دور هتني القماشة بالشكل ده واحطها دوار فوق بعضها. الكمية بتاعتنا كلها انا عملتها على صينيتين زي كده، يعني ما تخليش الكمية كلها على حاجة واحدة. بعد كده هنبتدي ان احنا نخبزها في الفرن. بعد ما خلصنا الكمية كلها انا سبتها ترتاح حوالي نص ساعة كده او ساعة الا ربع كمان، لحد ما اكتمل خمرها كله وبقت كويسة عندي. ابتديت ان انا احطها في الفرن. طبعا الصاجة بتاع الفرن انا منضفاها ومسحاها كويس. الفرن زي ما انتوا شايفين النار بتاعته مش عالية قوي ومش هادية قوي. الجنب اللي هو بيحمر شوية من ناحية الفرن انتي بتديريها كده وبتلفلفيها كده علشان كلها تاخد لون واحد زي ما انتوا شايفين كده. لما تقبب منك وديها ناحية الجنب كده علشان النار تبتدي انها تحمر معاكي. طبعا لو انت مش متوفر عندك الفرن الغاز، او مش بتعرفي عندك الفرن الغاز ومش هتعرفي انك تعمليها على الصاجة مباشر، احنا هنعمل مع بعض كمان في الصينية عشان تعرفي ازاي انك تسويها في الصينية. طبعا شكل القرصة انتوا شايفينها بيتكلم عن نفسها. كانت طعم وريحة جميلة جدا.
طبعا زي ما انتم شايفين اللي اتقلبت من تحت زي من فوق. تبتدي انك تطلعي دور، تحطي الدور التاني بالشكل ده كده لحد ما هنخلص الكمية بتاعتنا كلها. وهعمل معاكم دور من التسوية هنعمله في الصينية زي ما قلت لكم كده. احنا كنا حاطين دور في الصينية، حطيناها في الفرن. هتبتدي بس من تحت هنبتدي ان احنا نعليها شوية علشان الصاجة وعلشان القرصة تقب معاكي زي ما قبت على صاجة الفرن هتقب معاكي في الصينية. وزي ما انتوا شايفين اهو كل ما بتسخن هتقب معانا. وهتبقى منفوخة وحلوة. طبعا انت بتضيري الصينية على طول علشان تبقى توزعي السخونية كلها في الصينية بالشكل ده كده. ومن ناحية عشان كل يبقى لون واحد، واخدة لون واحد كلها زي بعضها. وده كان الصاج اللي احنا طلعناه من فرن، نفس اللي احنا عاملينها على صاجة الفرن على طول. وكده كانت قرصنا خلصت زي ما انتوا شايفين شكلها بيتكلم عنها. احلى قرص ممكن تعمليها، طرية جدا، طعمها تحفة، كلها قشطة وكلها خير. عملناها مع بعض بكل سهولة من الألف للياء. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم. ما تنسوش تدعموني وتشجعوني، ولايك للفيديو وكومنت حلو منك. وكل سنة وانتوا طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا إن شاء الله. وألف هنا على قلبكم إن شاء الله.